يا صباح الخير، يا صباح الهنا والسعادة. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى النهاردة هنعمل أكلة حلوة وخفيفة كده، ومكوناتها من 3 حاجات بس. تعالي لو معاكي كيلو دقيق هقولك تعملي بيه ايه. أول حاجة دول 2 كيلو دقيق، حوالي كوبايتين 3 مية، ومعاهم معلقة ملح. هنحط الملح وندوق تشوفيه مظبوط ولا لا، عشان خاطر ايه يبقى مظبوط معاك. هدوق المية يعني عادي. دول 3 حاجات مفيش غيرهم، ميه ودقيق وملح. طب هنعمل ايه؟ هنعمل المخروطه او القدوسيه. دي اكله طبعا كل الناس عليتها، يعني مش كلها، اغلبيه الناس بتحبها، وخصوصا الصعايده كلنا بنحب نعملها. أكلة حلوة وبسيطة، بس بتطلع في الآخر طعمها تحفة، وأغلبية ولادنا بيحبوها. أنا عندي ابني بصوا بيموت فيها، هو اللي خلاني عملتها له. فضل أكتر من أسبوع، ماما عايز مخروطة، ماما عايز مخروطة. بصوا يعني كل دماغي. قلت أجيب له كيلو واشتريها لي واريح نفسي. رحت اشتريها، تتخيلوا لقيتها بكام؟ الكيلو ب25. يعني الكيلو ده ما بيطلعش حاجة، يعني حاجة بسيطة. قلت طب وليه ما بدهاش؟ هاتي يا بت 2 كيلو واعمليهم في البيت. يعني بصوا ال2 كيلو دول طلعوا كام كيلو؟ طلعوا حوالي اكتر من 3 كيلو، يعني اكتر من 75 جنيه، حوالي يعني 3 وربع، 3 ونص. اكتر من 75 جنيه في 2 كيلو دي. انا جبتهم ب35 جنيه. شفتوا الفرق قد ايه؟ طب ليه ما احنا نعمل الحاجة في البيت، وانضف واوفر واحسن، وعمره ما هتجيبيها من بره زي اللي بتعمليها في البيت. طبعا نظافة وتوفير واحلى. جبت كده العجينة، اهم حاجة حطيت الدقيق وحبة المية، وهي عجينتها بتكون ناشفة ما تكونش طرية، يعني ما تطريهاش عشان خاطر المكنة لما تعملي بيها ما تلزقش معاكي. تفضلي تعجني فيها حوالي اكتر من ربع ساعة. كل ما تعجنيها ويبقى لها عرق، كل ما تكون احلى معاكي. يعني كل ما تعجني فيها، كل ما تحلو العجينة معاكي. زي ما انتوا شايفين العجينة كده، بصوا بقت ملسة وحلوة، ولميت كل اللي في الطبق. طرية بس مش الطراوة اللي هي بتلزق في ايدي، لا مفيش حاجة في ايدي. العجينة بقت زي الفل، وايدي نطفت من العجين. هنيجي كده هنعمل هنريحها 10 دقايق وهنبدأ فيها. بس انا ما كنتش فاضية بصراحة فما ريحتهاش. هي لا فيها خميرة ولا فيها اي حاجة، بس خاطر بنريحها ليه؟ عشان خاطر العجينة ما تلمش معاكي وانت بتفرديها. بجيب كده حوالي نص كيلو دي. انا زي ما قلت لكم ما ريحتهاش، اشتغلت فيها على طول، عجنت واشتغلت على طول. ده نص كيلو دي، يعني ال2 كيلو دقيق خدوا نص كيلو بالظبط دقيق. طيب ليه الدقيق ده كله؟ هي بتحب الدقيق كتير عشان خاطر برضو ما تلزقش في المكنة. هنفرد كده. هي طبعا زي ما قلت لكم انا ما ريحتهاش. طب اول ما جيت افرد العجينة لمت معايا. طب هعمل هفرد العجينة ربع فرد زي ما انتوا شايفينها كده، وهركنها على جنب. لان لانها هتتعبك لو انت فردتي فيها كده، هتتفرد بس هتتعبك، هتتعبي بيها. لكن احسن حاجة تعملي كده لو انت ما ريحتهاش شوية واشتغلتي فيها زي ما انا اشتغلت على طول. هتفردي ربع فرد وهتسيبيها، وهترجعي تجيبي حتة عجينة تاني تفرديها نفس النظام، ربع فرد. وهترجعي للأولانية. أول ما ترجعي للأولانية هتلاقيها ارتاحت وهتتفرد معاكي على طول زي الملبن. شفتوا السكينة في الحلاوة؟ هي زي كده بالظبط. هتفرد اهو، بصي فردت معايا على طول اهو. على طول تفرد معاكي ما تلمش. ليه؟ عشان احنا ريحناها اول ما فردتيها ربع فردة ريحتيها. وهنرجع ناخد التانية دي بعد ما نفرد. دي اول حاجة. تبدأي بعد كده هتقطعي، هتحط اللي احنا فردناها دي وخلصنا، وتحطي اللي هي في الدقيق تفرديها وتقطعي واحدة غيرها تعمليها ربع فرد وتسيبيها في الدقيق وترجعي لها تاني. لما تخلصي الاولانية هتكون ارتاحت، وهكذا على طول. كده مش هياخد معاكي اي وقت الفرد، وهيبقى سهل وبسيط، ومش هتاخد معاكي وقت وتتعبك وتفضل تفردي وتلم تفردي وتلم. كده هتشتغل على طول فيها، هتلاقيها فردت على طول زي الملبن في ايدك. طبعا الفرد زي ما انتوا شايفين، البنات الحلوة العسلات اللي لسه داخلة المطبخ طبعا ما تعرفش تفرد الفطيرة. فانت هتعملي هتفرديها كده، هتحطي حتة العجينة على النشابة،
وتفردي بايدك، هتلاقي العجينة فردت معاك على طول اهو. بصوا انا حطيت صوابعي تحت الفطيرة، الاربع صوابع، وايه والنشابة من فوق، وبتني كده الحتة الصغيرة وبفرد كده اهو بصوابعي. بتفردي بتروح وتيجي على العصاية، تلاقي العجينة اتفردت معاك على طول لوحديها اهو. بحط صوابعي زي ما انتوا شايفين وبفرد على طول. سهلة، لو انت اول مرة لسه بتتعلمي الفرد هتتعلميه. طب انت مش عارفة برضو تعملي ايه، هتفرديها فرد عادي من غير ما تلمي وتفردي على النشابة زي ما انت عايزة. يعني الفرد السهل اللي بالنسبة لك اشتغلي بيه. هقطعها كده زي ما انتوا شايفين بعد ما لفتها على العصاية وسحبتها، وهفرد وهخرطها على المكنة. دي مكنة موجودة في كل بيت. طب ما عندكيش انتي، عند جارتك، عند اختك، عند مرات اخوكي، لازم في حد في العيلة هتلاقي عنده المكنة دي. هاتيها منه، هاتيها من عند جارتك، هاتيها من عند اختك لو انت مش عايزة تشتريها. بس هي حلوة بصراحة وبتنفع. طب هي المكنة دي بتاعتي؟ انما ما بتاعتي، المكنة دي بتاعت مرات اخويا. عايزة اقول لكم ان انا ماليش حظ فيها، كل ما اجيب واحدة بتطلع بايظة مني، مش عارفة ليه. جبت اتنين والاتنين نفس الفصيلة بيبوظوا، نفس كل واحدة بيبوظوا. ازاي شايفين انتوا هي بتخرط العجينة وبتنزل ازاي؟ انا اول ما تيجي تنزل معايا ينزل ملزق في بعضه، ما بينزلش مفرط كده وحلو زي ما انتوا شايفين خيوط خيوط، لا بيلزق كده، تنزل زي ما هي مش هتنفع، تبقى باظت. فجبت واحدة تاني نفس النظام، قلت خلاص انا كده مليش حظ. مرات اخويا كل ما محتاج باخدها منها، ما بتتكلمش عادي، كلنا بندي بعضينا وبناخد من بعضنا. عندك جارتك برضو خدي منها، وبعد ما تخلصي كده مليلها طبق حلو واديهولها. بعد كده ايه، هنحط كده الفطيرة ونخلصها اول باول. اول ما تفرديها وتخلصيها تكوني حاطه حله بالمصفى على البوتاجاز عشان خاطر الميه تغلي. يعني وانتي بتفردي تحطي حله بالمصفى بتاعتها، هي ليها حله، ليها حله المخروطه. هنعمل فيها ايه؟ طبعا احنا بعد ما خلصناها الاول هكمل لكم. بعد ما خلصنا المكنه خرط عليها، ترجعي تحطيهم في ايه، في منخل زي كده، في مصفى اللي عندك الموجود عندك، مش شرط يكون عندك المنخل ده، مصفى. وتحطيهم فيها وتفرديهم وتهزيهم بحيث الدقيق اللي فيهم ينزل. طب ليه؟ عشان اول ما تسويهم في ناس بتسيب فيهم الدقيق، تيجي تاكلي كده المخروطه تلاقي فيه طعم الدقيق معاكي ظاهر. لا انتي اول ما هتهزيهم كده وتنضفيهم هتلاقي الدقيق نزل، فمش محتاجة انك تلاقي اي طعم فيها، هتلاقي طعمها حلو كده وزي الفل. هفردهم كده في المصفى اللي قلتلكم عليها بتاعت المخروطة. طيب هي الحلة بمصفتها. طب مثلا انا ما عنديش الحلة دي ومش عايزة اجيبها، هي غالية، غالية دلوقتي، اي حاجة دلوقتي غالية. هنعمل ايه؟ هتجيبي مصفى تكون لها حل على قديها بتدخل فيها يعني المصفى، وتحطيها نفس النظام وتحطي فيها، هتستوي هتبقى زي الفل وهتطلع 10/10. يعني متوقفيش على اي حاجة. لو انت اول مرة تجربيها هاتي كيلو واحد بس واعمليه. انا عايزة اقول لكم ان ابني بيموت فيها، يعني فضل اسبوع يقول لي يا ماما عايز مخروطة، ماما عايز مخروطة، لغاية ما عملتها له. فانتي لو عملتيها مرة ولادك هيحبوها. وممكن في حاجة تاني ممكن تعمليها ازاي، ممكن زي ما هي كده اهو، بعد ما عملتها خلاص تغلي شوية مية وتحطيها في المية، هتسلقيها وبعد كده تطلعيها، تحطي مية بتوابل وتحطيها فيها، هتلاقيها زي الاندومي بالظبط وهتعجب ولادك. احلى وانضف بكتير طبعا من الاندومي بتاع بره. يعني ليها حاجات كتيرة، ممكن تاكليها باللبن، بالعسل، بالسكر، بالجبنة القديمة، يعني كله شغال بصراحة. هي في اي حاجة حلوة. طيب اول فطيرة خلاص استوت معايا، هحط الفطيرة التانية، ما احطش كل العجين على بعضه. يعني ايه؟ يعني انا فردت اول واحدة، وبعد ما فردتها خلاص خرطتها على المكنة وحطيتها في المصفى، والمصفى المية تكون من تحت بتغلي. هسيبها كده وهغطيها، هفرد التانية واخرطها، هتكون الاولانية خلاص دخلت في السوا. هحطها التانية، مش هحط كل عجين. ركزوا معايا والنعمة يا جماعة عشان الحكاية دي ايه، ما تلخبطوش فيها. اول حاجة تستوي الاول، اول واحدة هتكون انت فردتي التانية وخرطيها، هتحطي التانية عليها بقى، لإيه؟ هتكون ديكها خلاص دخلت، لانها هي ما بتاخدش سوا كتير.
هنيجي كده خلاص هي استوت اهو زي ما شايفينها، وطلعتها بقى من الحله. هما 2 كيلو مش كتار يعني، انا كنت الاول بعمل 5 كيلو، 4 كيلو، 6 كيلو. بس يعني انتوا عارفين دلوقتي الدقيق الحمد لله غلي ولع نار، فقلت يلا مش مشكله هنعمل على قد. كنت الاول بعمل بال5 كيلو واشيلها في الفريزر، اخد الكميه اللي هناكلها على طول، وبعد كده تبرد واخزنها في الفريزر، اطلعها احط مصفى تحتها صينيه بميه بتغلي، واحطها كده تفك وتسخن في المصفى، وبعد كده احط لها السمنه. بصوا ترجع زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط، ما تفرقهاش عن الايه، عن اللي لسه معموله على طول. هاخد كده كميه وهسيب الباقي اللي في الحله، وتفرديها بايدك، تستني كده لو انت مش قادره تستني من ما تهدى، وبعد كده تفرديها. بس وهي سخنه حطي لها معلقه سمنه، معلقه 2 على حسب ما تحبي، زبده اللي انت حباه تحطيه لها حطيه، وتقلبيها كده. بعد كده تحطيها في لبن زي ما قلتلك، في عسل، في جبنة. عايزة اقولك ان دي كانت اكلة الصعايدة عندنا المفضلة، احنا الصعايدة بنحبوا المخروطة والفطير والحاجات دي، وكانت دايما بتتعمل اكتر يوم الجمعة. طب ليه؟ لان احنا عندنا يوم السبت ده هو يوم ايه، يوم الخبيز ويوم الطبيخ. فيوم الجمعة ده دايما بيبقى شاحن مفهوش عيش كتير، فاحنا بنعملها مكان العيش. وطبعا في البلد ده بكميات دي موجود وكل حاجة موجودة، فكانت دايما الأكلة المفضلة يوم الجمعة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بفرد اللي ما بحطلوش سمنة بحطه في الفريزر. بس انا عايزه اقول لكم دي يعني بصراحة ما خزنتش منها لانها كمية قليلة، اتاكلت على طول، ويعني بألف هنا للي كل، وما خدتش معايا وقت. لما اكون عاملة كتير بخزنها، لا مش عاملة كتير خلاص يلا بالهنا اللي ياكلها. وطبعا عايزه اقول لكم انا ابني يعني اللي حطيتها له الصبح الظهر بالليل فطار غدا عشاء مفيش فرق معاه، على طول شغال، ما يفكرش في اي حاجه تاني، ما يقولكيش عايز اي نوع اكله تاني طول ما في قدامه المخروطه دي. تحطيها باللبن وبالعسل، وعايزه اقول لكم ان هو هيقول لكم بنفسه طعمها ايه، حلوه ولا وحشه. حطيت اللبن وحطينا عسل، زي ما انت حابة تعمليها براحتك، في بياكلها بالجبنة، وفي بياكلها بالعسل، في بياكلها باللبن. شغال اي حاجة شغالة، حلوة وبسيطة ومش مكلفة. ده هو لو انت اول مرة تعمليها كيلو دقيق هاتيه، ما تعمليش كتير، وجربيه الاول وشوفي نفسك هتلاقيها. بصي هتدمنيها، هتلاقي كل فترة عايزة تعمليها لانها مش مكلفة. هو دقيق وملح ومعلقة سمنة، زبدة اللي موجود عندك يعني حطيه، بس زيت لا، هو لا سمنة لا زبدة. ويكون ايه، ويكون طبعا بلدي عشان يديها الطعم الحلو. طبعا هو كنت عايزة اسمعكم بيقول ايه، بس للأسف الصوت مكتوم. هو بيقول لكم انها هي طعمها جميل، وانا كان ليا اسبوع طالبها من ماما وهي مش عاملاها ليا. انا جبت لكم هي باللبن وبالعسل، حبيت اوريكم، فهو حب يدوق الاتنين، ده اللي باللبن وبالعسل يعني الاتنين دعهم. بس انا كنت عاملاهم بوريكم ان ايه، ممكن تاكليها بالعسل او ممكن تاكليها باللبن. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك حطي لايك، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وان شاء الله هتعجبكم وهتعملوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. وزي ما قلت لكم يعني هي حلوه وبسيطه ومش مكلفه ومش هتاخد معاكي وقت. عايزه اقول لك ما خدتش معايا بصراحه ساعه، بامانه ما خدت معايا ساعه بالظبط وكنت مخلصاها. بس كده، يلا مع السلامه، باي باي.